الناس اللي كتوصل في الحياة ماشي هما الناس اللي ذكى منك ولا الناس اللي ظروفهم احسن منك بصفة عامة، وماشي هما الناس اللي عندهم دوافع وعندهم اسباب قوى منك، بحال مثلا شي انسان اللي ظروفه خايبه بزاف وهي اللي دفعته انه يدير مجهود باش يوصل حيت ما كانش عنده خيار اخر. ولكن الفرق الوحيد اللي كاين بينك وبين واحد اللي وصل داكشي اللي بغا وطور حياته هو انه كيجرب وكيدير الحاجه اللي انت كتخاف منها. اغلب الناس اللي ما كيتطوروش وكيبقاو في بلاصتهم في هذه الحياه ماشي حيت ما عندهمش الامكانيات، ولكن حيت كيخافوا من حاجه وحده اللي هي الفشل. والدليل هو انك دابا الا فكرتي غتلقى راسك كتعرف شحال من واحد اللي السيتوياسيون ديالو كانت بحالك ولا خيب منك، ودابا ما شاء الله طور حياته وحسن السيتوياسيون ديالو ولا احسن من الاول. يقدر يكون شي انسان اللي انت كتعرفه شخصيا ولا شي انسان اللي كتسمع عليه ولا كتعرفه من بعيد، حيت فاش كتفشل كيجيك واحد الاحساس خايب، كتولي كتحس براسك ناقص وما كتبقاش تثق في راسك وفي الامكانيات ديالك. دونك باش تفادى هذا الاحساس كتولي كتهرب وكتقلب على اعذار بحال ماشي دابا، حتى من بعد، ما عنديش لا موتيفاسيون، مازال ما واجدش. ولكن هذيك حتى من بعد راه عمرها غتجي، ولا موتيفاسيون عمرها غتجي، وعمرك غتكون واجد، وانت راك واعي بهادشي، ومع ذلك راك كديرها وكتعاودها بزاف ديال المرات. انا عارف بلي هاد الهضره تقدر ما تعجبكش، ولكن هذه هي الحقيقه. راك عمرك غادي توجد قبل ما تبدا، بالعكس بدا غير بداكشي اللي عندك وبشويه بشويه غادي تبدا توجد. وحتى لا موتيفاسيون كتبدا تجي فاش كيبداو يبانوا لي ريزولطا. اي واحد كتشوفو ناجح دابا راه حتى هو في الاول غلط وفشل وتحرج وطاح في كاع داكشي اللي كيدور لك في راسك وكتخاف منه. الحاجه الوحيده اللي دارت الفرق هو انه هو كمل وما حبسش. في هذه الحياه كاينين جوج ديال الانواع ديال الناس، الاول كيبقى يفكر بزاف وكيحلل وكيخاف، والثاني كيتلاح وكيجرب حتى وهو خايف. الفرق ما كاين لا في موهبه لا في امكانيات لا في حتى شي حاجه من هادشي، الفرق الوحيد اللي كاين هو ان واحد كيجرب وواحد لا. واليوم ولسوء الحظ اغلب الناس كيبقاو في بلاصتهم ماشي حيت فشلوا، ولكن كيبقاو في بلاصتهم حيت عمرهم جربوا. وفي عالم اللي الاغلبيه فيه كيخافوا انهم يحاولوا ويجربوا، غير انك تبدا فرق كتكون ديجا سبقتي 90% ديال الناس. هذا ما كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم، انسبيراتكم واستفدتوا منها شي حاجه. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.